يطلب من زملائه باش يقدموا للهجوم وينفذ الستة امتار باتجاه العيادي الحمروني. العيادي الحمروني مع كيدودا، العيادي الحمروني والتوزيع القائم الاول وقربان والهدف الاول، الهدف الاول لصالح الترجي الرياضي التونسي عن طريق كربلاء في 25 دقيقة لعب من هذا الشوط الاول. تتغير النتيجة وتصبح هدف مقابل صفر لصالح الترجي الرياضي التونسي عن طريق كربلاء بعد توزيعة العيادي الحمروني. والنتيجة هنا في استاد الاسكندرية تتغير وتصبح هدف مقابل صفر لصالح الترجي الرياضي التونسي. مع الاسف ما عنديش شاشة صغيرة باش نشاهد الاعادة بالنسبة للسادة المتفرجين في تونس، والنتيجة هدف مقابل صفر لصالح الترجي الرياضي التونسي، وبداية طيبة وبداية موفقة للترجي الرياضي التونسي في هذه الكأس الافريقية الممتازة، وان شاء الله ننتظروا اهداف اخرى. بلاويل الهدي العيادي الحمروني، مليتولي، توفيق الهيجري، محمد علي المحجوبي، محمد علي المحجوبي في مناطق الترجي. الكرة طويلة مرة اخرى في اتجاه التركيز كلي على الظهير الايمن لنادي موتيما الزهيري. ترجع مرة اخرى علي بن ناجي يمد الكرة في اتجاه ما فماش تسلل العياد الحمروني. عبد القادر بن حسن والهدف الثاني، والهدف الثاني لصالح الترجي الرياضي التونسي في 31 دقيقة لعب عن طريق عبد القادر بن حسن. واعتقد انه الكأس الافريقية الممتازة بس تتحول لاول مرة الى تونس بعد هذا اللقاء باذن الله. عبد القادر بن حسن يضاعف النتيجة لصالح الترجي الرياضي التونسي في 31 دقيقة لعب. قلت الترجي الرياضي التونسي درز مليح المنافس نتاعو وخطط مليح المدرب فوزي البنزرتي، وتركيز كلي على الجهة اليمنى لدفاع نادي موتيما الزهيري، الظهير الايمن سيسي سوكوتو. وكل الكرات كنا شفناها طويلة في اتجاه العياد الحمروني من المنطقة ذيك، جابت الهدف الاول عن طريق كربلاء، ثم الهدف الثاني عن طريق عبد القادر بن حسن، وبداية طيبة وان شاء الله ما زالت اهداف اخرى. اللي الكأس الثالثة بعد ما فاز بها افريكا سبور الايفواري سنة 93 في المرة الاولى، والهجوم لصالح الترجي تبع الهجوم سراج الدين الشيحي، معز الشافعي، والهدف الثالث. لكن الحكم ايش يقول الحكم؟ الهدف الثالث لصالح الترجي الرياضي التونسي عن طريق عبد القادر بن حسن في 23 دقيقة لعب من هذا الشوط الثاني. اذا 23 دقيقة لعب عبد القادر بن حسن يسجل الهدف الثالث لصالح الترجي الرياضي التونسي، لانه الحكم في الحقيقة شككنا حتى في الهدف، ما كان فيه حد شيء، توجه للمدافع، ثبت الرقم نتاعو ثم اشار للهدف. اذا النتيجة تتغير وثلاثية ونتيجة مشرفة ومشرفة جدا. الترجي الرياضي التونسي قاعد تصعد شيئا فشيئا فوق المنصة الشرفية لتسلم الكأس الافريقية الممتازة. الترجي لاعبين الترجي الرياضي التونسي قاعدين ساعدين باش يسلموا، وهو حدث تاريخي. ماليتولي هذا هو التعاون، ماليتولي بين علي بن ناجي وشكري الواعث. ماليتولي المصاب باش يشارك زملائه اللاعبين في فرحة الترجي الرياضي التونسي بهذا التتويج الافريقي الممتاز، تتويج رائع. والسيد سليم شيبوب يصافح السيد عيسى حياته رئيس الكونفدرالية الافريقية اللي يسلموا ميدالية تذكارية، ميدالية التخليد لهذه الكأس الافريقية الممتازة. ثم ماريتولي ومن بعده علي بن ناجي. بطبيعة الحال علي بن ناجي هو قائد الفريق، لكن لقطة معبرة
ماليتولي اللي كان تعرض الى اصابه وغادر الميدان في 42 دقيقه لعب من الشوط الاول. وماليتولي الميدانيه التذكاريه والسيد علي بن ناجي السيد عيسى حياته باش يسلم علي بن ناجي قائد فريق الترجي الرياضي التونسي. ماليتولي يقعد بطبيعه الحال، ما ينجمش يقف، الاصابه مأثره فيه. واللحظات التاريخيه التي ستبقى في عالقه باذهان كل الرياضيين التونسيين بعد هذا الانتصار الباهر والانتصار العريض والهام اللي حقه فريق الترجي الرياضي التونسي في هذه الامسيه الكرويه. الترجي الرياضي التونسي بعد بطولة افريقيا للنوادي البطلة اليوم يضيف الكاس الافريقية الممتازة، وكل لاعبي الترجي الرياضي التونسي فوق المنصة الشرفية. وحوار في انتظار تسليم الكاس الافريقية. اللاعبين قاعدين يمروا واحد واحد. شفقة علي بن ناجي هو اخر لاعب باش يتسلم الميدالية، ثم الكاس الافريقية الممتازة سراج الدين الشيحي، الحارس الشاب وليد العبيدي، طارق ثابت، حكيم نويرة اللي مصاب وما شاركش في هذه المقابلة لكن شارك في المسيرة البطولية للترجي الرياضي التونسي، محمد علي المحجوبي، وبقية العناصر قاعدة تمر. نور الدين بوسينة اللي كذلك ما شاركش في هذه المقابلة لأنه كان مصاب، واليوم القناع على بنك الاحتياط. معز الشافعي، والتهاني من كل الموجودين بالمنصة الشرفية. تهاني كل الموجودين بالمنصة الشرفية لكل لاعبي الترجي الرياضي التونسي. الترجي اللي اليوم حقق فوز هام وانتصار كبير بعد انتصاره ب3 أهداف مقابل 0. هاول تحقق بين المدرب المساعد السيد بالحسن مرياح باش يعطينا رايه في هذه المقابله. والله المقابله يعني في اجملها طيبه، واللاعبين يعني قاموا بالواجب، وهذا يعني شرف للكره التونسيه، وهو اللي يعني كاس دخلت لتونس، وهذا يعني اعتبار للكره التونسيه وخاصه بالنسبه للترجي الرياضي. فيما يخص يعني المقابله يعني كنا جديرين بها من الناحيه الفنيه والتكتيكيه والبدنيه، والترجي الرياضي كان سباق من اول مباراه الى اخرها، والحمد لله يعني توفقنا وكنا نقول يعني اي غرور، كنا بصراحه يعني اقوى من فريق البامبي، وهذا شرف للكره التونسيه، وان شاء الله يعني في الكوبا افرو ازياتيك. ان شاء الله ان شاء الله الرياضه التونسيه من نصر الى نصر، بقيه عناصر الترجي الرياضي التونسي شكري الواعد. بالطبيعه قلت علي بن ناجي قعد هو اخر العناصر، مازالوا يمكن 3 أو 4 لاعبين، لطفي الشيحي، قرب على وائل، نوفل اليزيدي، بقيه اللاعبين، وفي انتظار اللحظات التاريخيه بالنسبه للرياضه التونسيه، التتويج الافريقي الهام، الكاس الافريقيه الممتازه اللي لاول مره غدوه باش ترجع مع فريق الترجي الرياضي التونسي، اللي كما ذكرت ان شاء الله العوده باش تكون الوصول الى مطار تونس كرتاج الساعه 1:30. الترجي الرياضي التونسي اللي تألق وكسب هذه المقابله بنتيجه عريضه، واللحظات التاريخيه بالنسبه للترجي الرياضي التونسي تسليم الكاس الافريقيه الممتازه من طرف السيد عيسى حياته لقائد فريق الترجي الرياضي التونسي علي بن ناجي في انتظار الحديث مع القادر بالحسن. وهذا التتويج علي بن ناجي قائد فريق الترجي الرياضي التونسي يرفع الكاس الافريقيه الممتازه لاول مره في تاريخ الرياضه التونسيه. ومعنا عبد القادر بالحسن صاحب الثنائيه. عبد القادر شنو رايك في المقابله؟ مقابلة الحمد لله يعني عديناها بكل روح وكل قلب، وتمنينا باش ننتصروا بأي نتيجة، يعني كانت هدف ل0 ولا 3، والحمد لله انتصرنا وهزينا كاس الممتازة والحمد لله. شكرا عبد القادر. اذا الترجي الرياضي التونسي تفوق واحرز على هذه الكاس الافريقيه الممتازه،
الكأس كما ذكرت ممتازة هي بالفعل، وبعد انتصاره العريض والباهر على فريق موتيما بيبي زي ب3 أهداف